السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بنتي كده هتعمل لكم كيكة، يا رب تعجبكم. عايزاكم كده تتابعوا الفيديو للآخر عشان تشجعوها، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. ونخش كده نشوف بنتي عملت الكيكة ازاي، طبعا بمساعدتي برضو. يلا نشوف الطريقة. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، فضلا ليس أمرا. صلوا على النبي كده قبل ما نخش الفيديو، ويلا نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم طريقة الكيكة بطريقة سهلة وبسيطة. هنا معانا بيضتين هنحطهم في الخلاط كده، ومعانا هنا وهنحطه هنا قطعة فانيليا، هنحط يا جماعة كوباية ونص من السكر. أول كوباية، النص التاني نحط كده نص كوباية السكر التانية دي عشان تبقى ايه الكيكة حلوة. يعني اللي مش عاوزة حلوة بزيادة يعني نحط كوباية واحدة سكر. هنحط كمان كوب ونص من الحليب، يبقى كده السكر كد الحليب. نحط كمان نص كوباية تاني، نحط كده نص كوباية تاني اهي. هنعاير كمان بنفس الكوباية نص كوباية من الزيت. الزيت يا جماعة يكون نظيف. نحط كده نص كوباية من الزيت. هنجيب كمان رشة ملح، ذرة ملح كده يا جماعة عشان تعادل الطعم، وسنة كمان. دلوقتي هنقفل كده الخلاط وهنضرب كل الكلام ده كويس. دلوقتي خلاص ضربنا الخليط، كوباية الخلاط، المواد السائلة كلها كده، ونفضيها كده في طبق عشان نبتدي نضيف عليها المواد الجافة. وهنا كده معانا كوبايتين من الدقيق، بنفس يا جماعة الكوباية اللي احنا عايرنا بيها. بضيف عليهم كده معلقة من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، نقلبهم كده في بعض، وبعد كده نبتدي نضيف منهم على الخليط السائل دهوت ونقلب. هنبتدي نضيف الدقيق كده يا جماعة شوية بشوية. هننخلهم طبعا، انا نخلاه وهنخله كمان مرة عشان تبقى الكيكة معانا هشة. نضيف كده شوية من الدقيق والبيكنج باودر، وهنبتدي نقلب. هنبتدي نقلب المضرب السلك كده على دائر يعني اهو، مكان واحد. نقلب كده لحد الدقيق كله ما يختفي السوائل. بعد كده نبتدي نضيف باقي كمية الدقيق بالتدريج برضو كده يا جماعة. نبتدي نضيف باقي كمية الدقيق كلها كده، نضرب الخليط كويس نفس الطريقة لحد الدقيق ما يختفي. هنرجع ان شاء الله. هنا يا جماعة الخليط كده بقى معايا جاهز اهو بالشكل زي ما انتم شايفين، وده القوام بتاعه. هنا لو عايزين نضيف اي نكهة هنضيف احنا نكهة الموز، نضيف كده شوية بساط كده كافيين، وهنقلبهم كويس. خلاص كده الخليط بقى معايا جاهز اهو. هنبتدي نصبه في صينية خبز. الصينية اللي هندخلها الفرن هي الصينية طبعا بالشكل ده اهو، دهناها بالزيت ومبطناها كده بالدقيق، وهبتدي اصب فيها خليط الكيك. خلاص كده حطينا الخليط في الصينية. نديها خبطة كده عشان نطلع منها اي هوا، عشان بحيث تبقى الصينية متساوية كده. هندخلها الفرن درجة حرارة 180 لحد ما تستوي. بعد نص ساعة هنفتح عليها ونشوفها ان شاء الله. شايفين يا جماعة دي الكيكة اهي وهي في الفرن.
طبعا هحطها في الرف الوسطاني اهي. خلاص مرت ودخلت في السوا. نشوفها دلوقتي كان استوت ولا لسه، نختبرها دلوقتي. هنبتدي نختبر الكيكة بالسكين. شايفين السكين طلعت نظيفة انا كده، هي خلاص استوت. اخدت يا جماعة ساعة الا ربع في الفرن في الرف الوسطاني. هنقطع كده حتة من الكيك ونشوف شكلها عامل ازاي. اهو طبعا يا جماعة طرية جدا اهي. نشوفها، شايفين المنظر تحفة بجد. طبعا هي فيها تضليعات اهي، لان الصينية مرسومة كده، يعني عاملة ايه، مرسومة قلوب كده غويطة، فعشان كده زي كده. شايفين المنظر، شايفين طراوتها بجد تحفة. شايفين الكيكة عاملة ازاي، هشة وخفيفة وطرية، حاجة كده تحفة بجد بجد تحفة. يا رب الطريقة تعجبكم وتنال اعجابكم.